أنا عارف كل اللي هيحصل، أنا عارف نهاية القصة. سورة ربنا بعتها بدأت برؤية وخلصت بقد جعلها ربي حقا. بدأت بإن هم بيحاولوا يمكروا له وبيحسدوه وبيحاولوا يأذوه، وخلصت بإن لقد آثرك الله علينا، ربنا فضلك علينا وأرجوك ساعدنا. بدأت بطفل عنده حلم وخلصت بيتبوأ منها حيث يشاء. سيدنا يوسف قال لنا على السر بنفسه، وربنا خلدها في القرآن: إنه من يتقي ويصبر. سورة ربنا أرسلها مفادها إنه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو أنا قلت يمين والكوكب كله قال شمال، اليمين هو اللي يحصل. ربنا وصفها بأحسن القصص وقال لنا: لقد كان في قصصهم عبرة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القصص والأمثال دي مش للتسلية والمعرفة، أنا بكلمك، أنا بعت لك رسالة اتعلم منها. سورة يوسف بدأت بحرف من الحروف المقطعة وهو قسم. ربنا بيقسم بحاجة: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. بالظبط زيها زي والعرش، ده كلام ربنا. الله أعلم ربنا بيقسم بإيه بالظبط، ولكن يبدو إن هي حاجة عظيمة، ويبدو إن كل الصور اللي بتبدأ بالحروف المقطعة فيها سر غير السر، فيها سر مخفي، وكأن ربنا بيقولك ركز على دول بالذات. سور القرآن 114 سورة، منهم 29 سورة بدأت بالحروف المقطعة، اللي منهم البقرة وآل عمران اللي اتقال عنهم إن هم الزهراوين، واتقال إن هم زي غمامتين يوم القيامة بيحجوا عن صاحبهم، واتقال إن فيهم اسم الله الأعظم وإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل، إن فيها أسرار مخفية، اللي منهم سورة ياسين. وياسين برضه من الحروف المقطعة، ياسين اللي اتقال عنها إنها لما قرئت لها وإنها قلب القرآن. المرة دي سورة يوسف اللي برضه بدأت بسر من أسرار القرآن: ألف لام راء. سورة يوسف فيها 3 رسائل. أول رسالة: الرؤية اللي أنا وريتها لك هو ده اللي هيحصل. يمكروا لك بقى، يحسدوك، يرموك في البير، الكوكب يتشال وينزل، هو ده اللي هيحصل. يوسف عليه الصلاة والسلام يشوف الرؤية وهو عنده 9 سنين، يحكيها لسيدنا يعقوب إن القمر والشمس والكواكب ليه بتسجد له. قال له: أنت هيبقى شأنك عظيم، الكون هيتسخر لك، أنت ربنا اختارك للنبوة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. سيدنا يعقوب عرف تأويلها: أنت هتبقى نبي وهيبقى ليك شأن عظيم أوي، وفي نفس الوقت اوعى تحكيها لإخواتك لأن هما بيحسدوك. والحسد في حد ذاته ما بيعملش حاجة، ده عمل قلبي زي الأمنية. الحذر من إن هما يتبعوا الأمنية بعمل فيكيدوا لك كيدا. بالظبط زي إبليس لما حسد آدم، بدأ يمكر له ويكيد له، أطلعه من الجنة إزاي؟ لما حسدوه ما وقعش في البير لوحده، الحسد عمل قلبي بيحركك، إنما لما أتبعوه بعمل وقع في البير. وعشان كده ربنا حذرنا من الحاسد، مش من الحسد، ومن شر حاسد، من الحاسد نفسه. طيب دلوقتي يوسف في البير وسيدنا يعقوب ولاده راجعين بيقولوا له: يوسف مات. طب ازاي؟ والرؤية اللي هو شافها. فسيدنا يعقوب قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، انتوا كدابين، رؤيته لسه ما حصلتش. ويوسف دلوقتي في البير، هبقى نبي ازاي وهيبقى شأني عظيم ازاي؟ ده انا في البير وما فيش اسباب، ده اصلا اخواتي كانوا هيموتوني، بتحصل ازاي دي؟ فربنا بيقول لك حط نفسك مكانه. دلوقتي انا بشرتك ان انت هتبقى من انجح الناس، لقيت فجأة نفسك في البير، اخواتك هم اللي بيمكروا لك ومفيش حتى ذرة امل ان انت تطلع من البير، هتحصل ازاي دي؟ ده اللي ربنا بيوصله لك. انا مش وريتك الرؤية؟ ده اللي هيحصل. يحسدوك، يمكروا لك، مفيش اسباب، مش عارف ايه، ده اللي هيحصل. سيدنا يعقوب اول ما قالوا له يوسف مات: بل سولت لكم انفسكم امرا، انتوا كدابين. اول رد فعل: مستحيل، لسه رؤيته ما حصلتش. شايف اليقين ده؟ هو ده اليقين اللي ربنا عايزك توصل له. ربنا عايز يقينك كده، لما ابعت لك الرؤية وابشرك فيها بحاجة لازم ده يكون اليقين، بل تقوم تسجد لربنا سجدة شكر وكأنها حصلت، لان فعلا ده اللي هيحصل. ربنا عرف انك هتمر باوقات فيها سلبية واوقات فيها حزن، ممكن تفقد الامل، بعت لك الرؤية بدري قوي، اياك تفقد الامل. وتخيل ان سيدنا يعقوب ما سمعش الرؤية من سيدنا يوسف، كان ممكن يموت فيها. وان يوسف ما شافش الرؤية دي، كان ممكن ما يخرجش من البير من الحزن، اخواتي اللي بيعملوا فيها كده. انما سيدنا يعقوب تمسك بوعد ربنا، سيدنا يوسف تمسك ببشرة ربنا، لحد ما في اخر السورة وفي اخر القصة: قد جعلها ربي حقا. الرؤية اللي ربنا وريها لي فعلا حصلت. دي اول عبرة من سورة يوسف، ان الرؤية اللي انا وريتها لك هتحصل، اياك تفقد الامل. وفرق بين الرؤية من ربنا والحلم من الشيطان. ربنا هيفرحك بس، يريد بكم اليسر. ربنا مستحيل يخوفك في الحلم، ممكن يحذرك انما يخوفك لا. لقيت ان في الحلم حد بيخوفك؟ لا، ده الشيطان، دي ولا كأنك شفتها. تاني عبرة من سورة يوسف: ان ولا يحيق المكر السيء الا باهله. اوعى تحسد حد او تستكتر نعمة على حد، واوعى حسدك يحركك انك تحاول تأذيه. اعرف ان مكر ربنا هيسبقك، وان الدنيا بتصفي الحسابات بطريقة تذهل. هم عملوا كده عشان سيدنا يعقوب يحبهم اكتر، سيدنا يعقوب عارف الحقيقة من بدري قوي، كرههم اكتر.
يوسف اللي حاولتوا تأذوه بقى العزيز، والأرض كلها هتموت من الجوع، هتلاقوا نفسكم بتتجروا له وبتقولوا له أرجوك ساعدنا. فربنا بيقول لك خلي قلبك سليم وما تستكترش نعمة على حد، وحب الخير لغيرك هيجيلك. تالت عبرة من سورة يوسف إن أقدار ربنا ممكن ما تفهمهاش، ولكن اعرف إنها خير. يوسف اتبشر وفرح، وسيدنا يعقوب فرح أكتر منه، ولكن بعدها يوسف اختفى. ويوسف فجأة لقى نفسه في البير وبيتباع عبد. في ظاهر الأمر هو في إيه اللي بيحصل؟ أمال إيه الرؤية اللي أنا شفتها دي؟ في باطن الأمر أنا أنقذتك، يريد الله بكم اليسر، إرادتي ليك خير بس، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في بعض الأمور هتحصل هتفتكروها شر، هي برضو خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يوسف لازم يروح مصر عشان هينقذ الأرض من هناك، ولازم يتربى في قصر عشان يتجهز للمكان اللي هينولها، ولازم يتربى على ايد العزيز عشان يتعلم منه، ولازم ينزل البير عشان نخلصه من الخوف، ولازم يفسر الرؤية للي شاف ان هو بيسقي ربه خمر، لان هو ده اللي هيقول للملك بعد كده وهيقسم له بالله انه فسر له رؤيته فتكون سبب خروجه. ولازم يتأخر عن الخروج بضع سنين عشان ما يتكلش على حد غيري، ولازم اخواته يكيدوا له عشان بعد كده يعرف يتعامل مع الصنف ده من الناس وما ينخدعش. انا بجهزك، بص ربنا معاك ازاي طول الرحلة بس انت مش واخد بالك. ولما بلغ أشده، لما بقى جاهز، آتيناه حكما وعلما، ادينا له كل حاجة. ولازم يعقوب يسيب يوسف دلوقتي لأنه تعلق بيه لدرجة ممكن في المستقبل يكون خطر على دينه، بل إخواته كانوا هيموتوه بجد وكانوا هيموتوا على كده، ويعقوب ما كانش هيسامحهم أبدا، وكان ممكن أصلا يعقوب يموت من الحزن فيها. بص مجرى القصة كان هيروح لفين. قلت لك اطمن لأقداري، كل أقداري خير. وفي الآخر يوسف بقى بيتبوأ من الأرض حيث يشاء وبقى العزيز، وسيدنا يعقوب بقى ابنه العزيز. لو كان فضل معاهم القصة كانت هتاخد مجرى تاني تماما. أقدار ربنا ممكن ما تفهمهاش، ولكن اعرف إن كلها خير. ولكن من الأمور اللي ربنا ذكرها، برغم إن سيدنا يعقوب كان عارف الحقيقة وعارف كل حاجة وعارف إن يوسف عايش، ما كانش مستحمل والحزن استولى عليه. وربنا بيقولك في الأول وفي الآخر أنت إنسان ضعيف، ممكن تحزن، ممكن تحزن، ممكن تتأثر بالحزن والسلبية والموقف اللي بيحصل لك، ده طبيعي. سيدنا يعقوب فقد ابنه وهو عنده 9 سنين، برغم إنه عارف كل حاجة مش مستحمل، بقاله سنين مش عارف حاجة عن ابنه. وده اللي أغلب الناس بتمر بيه برغم إن ربنا بشره. ولكن ربنا بيقول لنا الحزن ما رجعوش ولا حاجة، ده أذى أكتر. كل حاجة ليها حكمة وكل حاجة ليها ميعادها المناسب، اطمن لأقدار ربنا. وسيدنا يوسف نفسه اختصرها وختمها: إنه من يتقي ويصبر. التقوى في القرآن معناها البعد عن الكبائر، ويصبر يستمر على كده، لازم ربنا يحقق له الوعد. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. برضه موقف تاني ربنا ذكره في السورة إن سيدنا يوسف اتعرض عليه إغراءات عشان يقع في الكبائر، رفض فاداله ملك مصر. من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. سورة يوسف جاية تقولك إن ربنا غالب على أمره، اللي بيأذن بيه هو اللي بيكون. الرؤية اللي وريتها لك هو ده اللي هيحصل. اطمن لأقداري، أنا بعمل لك الأصلح واللي فيه خير ليك. ما تحسدش حد وما تستكترش عليه النعمة، وإن ما فيش حد بيحقق شرط التقوى وبيستمر عليها إلا وبيبقى حق على ربنا إنه يخليه يتبوأ من الأرض حيث يشاء. وأخيرا لو اتأخرت شوية ما تزعلش، كل حاجة ليها حكمة وليها وقتها المناسب، وطالما وعدتك في الرؤية هعملها لك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. المفروض إنك مع كل قراية لسورة يوسف تخرج بالمعاني دي. إذا كنت قلقان ترجع تطمن، اللي بشرك بيه هو اللي هيحصل أيا كان في الرؤية أو في كتابه. واللي ما بيشوفش رؤية ده ملوش إلا معنى واحد، إن هو متوكل على نفسه، ربنا عايزك تتوكل عليه. ولازم تفرق بين البلاء واللي في ظاهره بلاء. البلاء لازم ترجع لعلهم يرجعون، اللي في ظاهره بلاء فصبر جميل. لازم تخرج من الصورة مطمن ومتفائل، وفي الآخر هتقول زي ما سيدنا يوسف قال: قد جعلها ربي حقا.